بأن رئيس الجمهورية ورئاسة الجمهورية أو أي مؤسسة في الدولة تكون عندها مواقع اجتماعية. لكن موقع اجتماعي اللي كومنتير اللي فيه عركة بين الجزرية والمغاربة يسبوا في بعضهم الدول، مصر والإمارات والسعودية، توانسة ممالين القطر والآخرين لتركيا، وحدين على صفحة رئاسة الجمهورية مع رئاسة الجمهورية، وحدين الحفتر والآخرين الدبيبة والآخرين كذا. التعليقات على الزيارة هذه، سيد الرئيس رانا في قفصة ما عندناش وكيل الجمهورية، سيد الرئيس اختارنا من الحكاية هذه، راه ولدي ما يخدمش، كلام كبير وأحيانا بذيء وأحيانا ماكينات تلاحظها مع وضد. نعتبر أنه أولا الكومنتير هذيك يلزم التحكم فيها، وربما من الأحسن إلغائها، لأن مش معقول فيها إساءة للدولة وفيها للبلاد. والسفارات في تونس راهي تتبع فيها كما كانت تتبع في تصريحات المسؤولين والعرك نتاع مجلس النواب. سفير السعوديه يقول ثم نواب سبوني، ومتاع الامارات يقول لك ثم شكون سبني، ومصر يقول لك شكون سبني. خرجنا من 12 سنه بين المجلس التاسيسي وهيئه بن عاشور ومجلس النواب انه كل الدول سبيناهم، والله يتعدى في التلفزه ونحن نحن فيه داخلي. الجرائد ما ينشر في وسائل الاعلام وخاصه في الصفحات الرسميه يؤخذ بعين الاعتبار، فالتعليقات هذيك لازم تنحى. الكلام اللي راج انه ثم مواطنين فزعوا وقالوا له كلام اخر على عكس العاده، رغم هي حومته وقت مشى للقهوه، وقت مشى للعطار هذا اللي كان يقضي بالعمده من قبل. ثم ناس تكلمت قالوا له راهو السيد الغناء والبطاله وكذا. سواء صحيح الكلام هذا ولا غلط، انا نقول بكل لطف السيد رئيس الجمهوريه مش عارف عنده شكون ينصح فيه ولا، لانه الكوم ما يجيش هكا. ثانيا الاسابيع الاولى بعد اخذ الحكم تتعدى في 2019 وقت مشى للقروان للريف، واحد عطاها عظمه وقال له انا كل كلف العظمه هذه، وبعد طلع عنده وفريات. بعد 25 جويلية بشويه تتعدى. اما تو انت عندك عام ونص كل السلطات هذه لازم تنحيها. نعرفوا بن علي كان يعمل في زيارات فوجئيه، من بعد قالوا له المستشارين بتاعه يزيرك تمشي للمارشي سنترال وتقول هون الترافيك والهباطه والقشاره، ومن بعد تمشي للدواله وتقول كذا وكذا وما يصيرش. انت تو وليت تتحاسب، انت رئيس جمهوريه، ما عادش جاي كما تفكر يمشي للليسي وقالوا له سخف الانترنا والبرشيد جرو في الديوانه. رئيس الجمهوريه بعد اسبوع اسبوعين عنده مؤسسات تخدم، يلزم مؤسسات تخدم، مش دوره لا باش يزور السبيطار ولا باش يزور كذا، والا باش يكذبوا عليه ويقولوا له السبيطار هذا بتاع جندوبه هو وفرنا له الاطار الطبي وشبه الطبي، وبعد تالي يتبين انه ما فيش. واحنا نتفكر هون جبدنا ايمان انه المواطنين في سوسه وفي المستير وفي جربه، انا نعرف في جربه المواطنين في الخارج مش 100,000 دينار كما جماعه جرزيس اللي بعثوهم لجماعات مساعده للعائلات. مساعده للعائلات، عملوا في استعجال للكورونا اكثر من 2 مليار ومستوصفات في جربه في السوسه وكذا. لكن اللي طار الباراميديكال ما ثماش، والمواطنين يلبد لك مليارات، لكن مش هو باش يوظف لك موظفين وخدام. ملك المغرب هدالنا 8 طائرات جسر جوي، وانا عملت حوار مع سفيرهم هوني طارق حسن اللي حب تونس برشا ان شاء الله يرجع وتقع مصالحه بالمناسبه مع المغرب يزينا من الاستفاف. ندعم علاقاتنا مع الجزائر وليبيا ومع قطر ومع تركيا، والمغرب راهي لاعب رئيسي في المنطقه. نرجعوا 8 طائرات جسر جوي. قطر بعثت باش تعمل عده مستشفيات، الامارات بعثت، السعوديه بعثت، لكن اكثر التجهيزات هذيك قعدت لانه ما فماش اطار طبي يشتغل عليها. هذا هو فالاتصال غلط لانه يتاثر بالفيسبوك. وجابوا له المره الاولى الكومنتير، وكانكم تتفكروا سال قالوا له ثم الاطار الطبي وما فيش اطار طبي. فاليوم هذا رئيس الجمهوريه يمشي يطول على حومته ويشرب كابيسان في حومته بعد الانتخابات ولا بين الدورتين كانت حلوه. الكابيسان بحث كليه الحقوق اللي تعدى لها كانت حلوه. اليوم رئيس الجمهوريه خلي مؤسسات تخدم وحاسب بدون لا افراط ولا تفريط، بعقليه انه مؤسسات تخدم على روحها بطريقته المعتاده. النائب السابق والناشط السياسي حاتم المليكي يقول جينا شلبوق هو بيته.